اهلا مواليد برج الجدي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا من الفيديو اللي فات. برج الجدي النهارده ان شاء الله هنعمل القراءه ليك، والقراءه دي هتكون للنص الاول من شهر اكتوبر عام 2024. هنتكلم عن العاطفه بشكل تفصيلي، يعني هنتكلم عن العزاب، عن المرتبطين، عن المنفصلين، عن الكراش. هنتكلم في ايه؟ هنتكلم عن طاقة الحبيب، مشاعرك تجاهه، مشاعره تجاهك، شايفك ازاي، ايه نواياه، ايه خطواته القادمه. كمان هنشوف لو انتم منفصلين مبتعدين ملكم مسافات، هل في عوده مؤكده اثناء النص الاول من شهر اكتوبر ولا لا. ولو انت شريك برج الجدي وعايز تقعد مره تانية وخايف رد فعل برج الجدي، هقول لك ايه هو رد فعله، هيقبل بعدك مره تانية ولا لا، يتقبلك في حياته مره تانية ولا لا. كل ده هنتكلم عنه اثناء القراءه. بس قبل ما نبدا بتمنى منك تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبيبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه اتواصلوا على الواتساب اللي موجود في صندوق الوصف، هترد الادمن تفيدكم بكل التفاصيل. بالنسبه للقراءات المجانيه اكتبوا كومنت كتير على قد ما تقدروا، بعد تعملوا لايك وشير، والفيديو بيجيب اعلى نسبه مشاهدات البحث معنا قراءه مجانيه. ويلا نقول بسم الله ونبدا نوزع كروت. بسم الله. بسم الله. طق طاقة الحبيب، مشاعرك تجاههم، مشاعره تجاهك، شايفك ازاي، ايه نواياه، وايه خطواته القادمة. بص، انا واضح ان برج الجدي مر بصعوبات جدا جدا الفتره اللي فاتت. برج الجدي يعني بيطلع من مشكله يقع في مشكله. ايه ده يا جدي؟ الصعوبات دي كلها، شايفه انك يا برج الجدي مضغوط نفسيا معنويا جسديا، يعني حياتك مش مستقره تماما يا برج الجدي. ولكن مع بدايه النص الاول من شهر اكتوبر عام 2024 انت باذن الله باذن الله هتحصل على الهدوء، هتحصل على الهدوء بشكل كبير، وهدوء بعد عاصفه كبيره. يعني بص، انا شايفه ان انت هيكون عندك احساس متجدد بنفسك وبالعالم اللي حواليك. ويعني بص، انا شايفه ان انت خدت مواقف من الاشخاص المحيطه بيك. في اشخاص انت علمت عليهم، وفي اشخاص انت اتوجعت منهم واتخذلت منهم. آه الاشخاص دول طلعهم بره دايره حياتك يا برج الجدي. في اشخاص تانية انت جيت عليهم بسبب ان انت ما بقتش عارف تحكم مين كويس ومين وحش. فشايف ان انت هتكون متصالح معاهم ومتصالح مع نفسك. شايفه ان انت هترمي كل المشاكل اللي انت عانيت منها، عاطفيه جسديه روحيه عقليه، ورا ظهرك، وتحضير الماء والمستقبل بشكل كبير. شايفه ان انت قدامك فرص متاحه هتحقق فيها نجاح كبير جدا. شايفاك هتكون من المشاهير، يمكن تكون بتعمل في مجال الفن او السوشيال ميديا، او ايا كان وضعك او عملك يا برج الجد. فانا شايفه ان انت هتكون لامع، واسمك هيكون معروف، وحواليك هيكون معجبين كتير جدا. شايف انت في علاقه ابديه محباك وشايف وانت يا برج الجدي بتمتلك امكانيات وقدرات تساعدك على تحقيق النجاح. شايفه ان انت يعني ما بتستسلمش، وشايفه ان في تغيرات كبيره وقادمه في حياتك. التغيرات دي هتكون لصالحك جدا، التغيرات دي ايجابيه. وانت يا برج الجدي لو حبيت توصل لاي نتيجه تقدر توصل لها. مفيش اي حد يقدر يعني يعوق طريقك. لو انت حسيت ان في حاجه واقفه عائق قدامك، ارجع خطوه لورا كده وبص عليها، وهتلاقي ان انت سبب العائق ده يا برج الجدي. برج الجدي حاليا في طاقه انتظار وطاقه مراقبه. انت مستني شخص او مستني قرار. يعني شايفاك محتار، شايفاك مش راضي عن نفسك. مع بداية النص الأول من شهر أكتوبر عام 2024 برج الجدي هيدخل فترة من البحث عن النفس. أنت هتبحث عن نفسك، عن أهدافك، عن أحلامك، عن أمانيك. هتحاول تتصالح مع نفسك، يعني
هتصالح نفسك يا برج الجدي. على فكره شايفه اللي كانوا حواليك بيأثروا عليك بشكل كبير جدا، او على تفكيرك او على قراراتك، فخلوك حاسس بتوهه وضياع، حاسس انك مشتت. ولكن مع بدايه النص الاول من شهر اكتوبر عام 2024 انت هتاخد قرارات من دماغك، ومش تسمح لاي حد ان هو ياثر عليك اي تاثير. مش هتتفاعل مع اي حد خالص خلال الفتره دي. قراراتك هتكون من دماغك انت يا برج الجدي. هتخرج من الفتره دي عارف كويس جدا انت عايز ايه، محدد اهدافك. شايفه كمان ان مع بدايه النص الاول من شهر اكتوبر عام 2024 ده هيحصل عندك تحول روحي. هتتخلى عن النهايات بشكل كبير، وهتقدم نحو بدايات جديده يا برج الجدي. طب خلينا نشوف طاقه شريكك. حباك وشريكك يا برج الجدي يعني تعبان جدا، مقيد، متكتف، متسلسل. حباك وشريكك بيتلعب بيه يا برج الجدي لعبه مش كويسه. حباك وشريكك تحت تاثير من لا يرحم. حباك وشريكك تحت تاثير طاقه سحر من اقرب القرابين. بيخلوه ما يسمعلكش، بيخلوه دايما يشوفك بشكل مش كويس. بيحاولوا بشتى الطرق ان هما يبعدوه عنك ويكرهوه فيك. انا شايفه ان هو بيحاول يتحرر من الوضع ده، بس هو مش قادر يتحرر منه. ولكن باذن الله مع بدايه النص الاول من شهر اكتوبر عام 2024 حباك وشريكك واحده واحده هتلاقيه بيبتدي يتحرر، وهيبتدي يكشف الطرف الثالث اللي بيحاول ياثر عليه التاثيرات السلبيه او سبب طاقه السحر. حباك شايفه ان حباك وشريكك غامض جدا، ولكن بيحبك جدا وبيتواصل معاك اتصال روحي. في تخاطر بيتم بينك وبينه. الشخص ده عايز يتواصل معاك، عايز يبتدي معاك بدايه جديده، بدايه تكون قويه. هو عايز يصلح العلاقه، عايز يلم الشمل. الشخص ده يعني في حاجات كتيره من ماضيه بتاثر عليه بشكل كبير. شايفه ان هو مفتقدك جدا جدا، وعايز يصلح العلاقه، وعايز يلم الشمل، وعايز يحافظ عليك يا برج الجدي. بعض المتزوجين يا برج الجدي اللي في بينهم اطفال وحصل انفصال او حصل طلاق، ففي مشاكل قضائيه خاصه بالاطفال. حباك وشريكك عايز يحافظ عليك، وعايز يحافظ على اطفال يا برج الجدي. طب خلينا نشوف مشاعرك انت تجاه برج الجدي. برج الجدي ارهق جدا، تعب. هو حاسس ان هو بيطعن في ظهره او بيتغدر بيه. شايف ان الاوضاع بتسوء وتسود في وشه. هو شايف يا برج الجدي ان كل اللي حواليه مش حابين ان العلاقه دي تستمر. فانت يا برج الجدي مصطدم في الحيط، مش عارف تعمل ايه. طب سيبه وهو ملوش ذنب، ولا تكمل معاه وتكون مأذي بسببه. انت حاليا مصطدم في الحيط، في طريق مسدود، والعلاقات بينك وبين حبيبك وشريكك حاليا مقطوعه يا برج الجدي. برج الجدي يعني زي ما قلت لك انت تعبت وارهقت واستنزفت كل طاقتك، ولكن انا شايف ان انت قريب من النجاح. انت على بعد خطوات بسيطه من النجاح. بتتعلم من اخطاء الماضي، الفشل مريت بيه في الماضي، وما عندكش استعداد ان انت تكرره مره تانية. شايفاك بتراجع نفسك وبتخطط لشيء، وعايز تحقق الانصاف، المساواة. بتخطط لشيء، ولكن احيانا يا برج الجدي انت بيحصل لك انتكاسات علشان ان انت بتبقى عايزه يحصل، ما بيحصلش زي ما انت عايزه يعني. شايف ان حبيبك وشريكك يعني هو بالنسبه لك العالم وما فيه. انت تشعر معاه بالانتماء والكمال. آه، شايف ان في عوالم جديده هتفتح لك، شايف انت تحقق نجاحات، انجازات. آم، ولكن مهما نجحت، مهما حققت، مهما كانت قدامك فرص متاحه، انت هتفضل مفتقد حباك وشريكك لحد ما يرجع لك، لان ده الشخص الوحيد اللي بيشعرك بالانتماء والكمال. ده بخلينا نشوف مشاعره هو تجاهك. حباك وشريكك خايف، قلقان، حاسس بانعدام الامن، مش مستقر عاطفيا، مصدوم، فيك صدمه كبيره، وفي سوء تفاهم كبير جدا بينك وبين برج الجدي. يمكن بيتهمك بالغدر او الخيانه، يمكن انت سبته واتخليت عنه، وهو شايف ان ده غدر وخيانه. عامه انا يعني بص يا برج الثور، شايفه ان حباك وشريكك معلق لسه، يعني يمكن لسه في طاقه تعلق. يمكن في موقف كل ما بيفتكره الشخص ده بدل ما ياخد خطوه للامام تلاقيه بيتراجع. شايفه ان حبيبك وشريكك مبقاش عنده يقين بمشاعرك،
هو ضل طريقه، فاقد تركيزه، مش عارف الطريق الصحيح المفروض يمشي فيه. هو مازال بيحبك وبيتمناك وبيفكر فيك، ومهما كان قدامه اشخاص او قدامه فرص، الا ان الشخص ده عايزك انت وبتمناك انت، ولكن الشخص ده بيعيش الوهم والخيال والتمني اكتر ما بيعيش الواقع. ده خلينا نشوف هو بيشوفك ازاي برج الجدي. هو بيشوف ان انت بتراجع نفسك، بتفكر في حلول، بتخطط لشيء. هو شايف ان انت بتسعى لتحقيق النجاح والاستقرار المالي. هو شايف ان انت بتمر بفترة فيها صحوة، فيها تجديد، عايز تحسن موقفك وتحسن وضعك، عايز تتخذ اجراء تجاه الوضع اللي انتوا فيه. هو شايف ان انت عايز تلومه، عايز تعاتبه، ان هو بيجي عليك، ان هو بيتهمك بقسوة شديدة، بيصدر عليك احكام سريعة عليك. هو شايف ان انت حصلت على الكارما، والكارما كانت سبب وعي ذاتي وسبب شفائك. هو شايف ان في مشكلة قضائية ما بينك وما بينه، ولكن هيتم حلها بشكل عادي. كمان انا شايف ان انت بتاخد قرار كبير جدا الفترة دي، وبتستخدم الدروس الكرمية في اتخاذ القرار ده. بذور بطاقة هنا. فانا شايفة برج الجدي ان حباك وشيكك، شايف ان مشاعرك بتتجدد وبتزيد، وهو شايفك عايز تواجهه، عايز تدافع عن حبك. شايف ان انت في حالة من الشغف والحنين والاشتياق، ومش قادر على بعده ومتمسك بيه جدا. طب خلينا نتكلم عن نوايا تجاهك يا برج الجدي. برج الجدي مبدئيا كده هو ناوي على كل خير، لان هو اصلا تعبان من غيرك. شايفه ان هو ندمان على بعدك، ندمان ان صدق عنك كلام، ندمان ان انت ادى فرصه حد يتدخل بينك وبينه. اصلا كل اللي دخلوا بينك وبينه او وقعوا بينك وبينه، وكانوا بالنسبه له مصدر القوه، او هم السند، او يعني اتخلوا عنك، ادوله ظهرهم بمجرد ما العلاقه خربت بينك وبينه. لقى نفسه مصطدم في الحيط، مش عارف يعمل ايه. فالشخص ده مر بفتره مش احسن حاجه. هو كان متكتف الايدين، كان معنى رؤية الحقيقة، كان ضال طريقه، فقد تركيزه، كان خايف خوف ما يتوصفش. من كتر الخوف اللي هو كان بيشعر بيه، هو كان حاسس ان هو كأنه مشلول، مش قادر يتحرر ولا قادر ياخد اي خطوة تجاه العلاقة، لحد ما العلاقة ساءت وانهار بينك، واصبح ان في انفصال، في طلاق. هو حاليا بيشوف ان الوضع وضع كارثي، تغيير رفضه تماما. ولكن مع بداية النص الأول من شهر أكتوبر عام 2024، حباك والشيكة هيبتدي إن هو يتحرر تدريجيا من الوضع اللي هو فيه ده. وهيكتشف إن الطرف التالت هو كان سبب الوجع والألم والحزن اللي هو كان بيشعر بيه. شايفاه بيلاقي نفسه مصطدم في الحيط، ويعني بصوا العلاقات بينك وبينه اتقطعت. شايفاه مصدوم، بيبكي وبحرق عليك. شايفاه حزين في بعدك، خايف عليك، خايف يخسرك. شايفه ان الشخص ده بيحبك حب حقيقي وصادق، وصادق في احساسه ومشاعره، وصريح في كل حاجه قالها لك. الشخص ده حزين وبيتألم في بعدك، وجواه طاقه مكبوته بسبب البعد والانفصال. في خطواته القادمه هو هيتساهل معاك يا برج الجدي. بظهور البطاقه هنا. فالبطاقه هنا شايفه ان حباك وشكك منتظرك براقبك، شايفاه بيحسن من نفسه، بيحسن من اوضاعه، وبيستشفى. ولو كان بيجازف بالسبب فهو بط المجازفه. حباك وشكك هو الشخص وفي ليه، شخص يعتمد عليه، وهو اسلوب حياته اسلوب صحي. شايفه ان حباك وشكك مستني رجوعك، ولكن لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دي طاقه الاسبوع التاني من شهر اكتوبر، وهو مش واخد خطوه واضحه وصريحه غير انه هيستشفى، وهو مستنيك يا برج الجدي، وبيراقبك من بعيد لبعيد. لو خليني اقول لك نصيحتي من خلال نزلة الكروت. بص يعني بتقول لك البطاقه هنا بتعني ان انت مضطر تحدد طريقك وتتبع شغلك عشان النجاح يكون حليفك. البطاقه بتعني ان انت عندك حركه، انتقال، قدامك فرصه سفر، هتكون منفتح على العالم. البطاقه هنا بتقول يعني ان انت بتواجه عقبات، والوقت ما خلاص مش مناسب للتغيير اساسا.
فانتظر الاوضاع تتحسن علشان تقدر تاخد قرارات ايجابيه وصحيحه. البطاقه هنا بتعني ان انت هتحصل على نجاح وهتغير نظرتك للحياه بشكل كبير جدا، ولكن بشرط ان انت تتقبل افكار جديده. اما بالنسبه للبطاقه هنا، فالبطاقه بتعني ان انت اترك الوضع كما هو الحقيقي، يعني الحقيقه هتظهر وهتكشف ويجيلك لحد عندك بدون اي مجهود. اما بالنسبه للبطاقه هنا، ان انت حاول تغفر لحبايبك وشريكك. اما بالنسبه للنصيحه او الرساله بشكل عام، فبتقول لك ايه اللي يمنحك السلام. فكر بكل الامور اللي بتجيب لك شعور بالاكتفاء، ابعد تركيزك عن كل ما يثقل قلبك، وركز على اوجه حياتك اللي بتجلب لك السلام. من الناحيه الصحيه فصحتك مستقره، ومن الناحيه العمليه والماليه فشايفه ان في تغيير قادم في حياتك، في استقرار الفتره اللي جايه. لو امورك الماديه مش احسن حاجه الفتره دي برج الجدي، فانتظر تغيرات هتكون سبب امنك وازدهارك واستقرارك ماديا. شايفه البعض ليه مبلغ مالي او عليه دين، هتبتدي ان انت يعني تتحل مشكله الديون دي، او دي يعني تبتدي يرجع لك المبلغ ده، او لو ليك ورث ومش قادر تاخده، في حد حاطط ايده على حقك، فان شاء الله في انفراجه قريب وهيرجع لك جميع حقوقك يا برج الجدي. برج الجدي بتكون خلصنا القراءة بتاعتنا. اتمنى القراءة تكون منطبقة عليك. بتمنى منك تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبة للقراءات الخاصة يتواصلوا على الواتساب الموجود صندوق الوصف، هترد الادمن يفيدكم بكل التفاصيل. بالنسبة للقراءات المجانية اكتبوا كومنت كتير قد ما تقدروا، بعد ما تعملوا لايك وشير والفيديو بيجيب اعلى نسبة مشاهدة وتبثوا على القناة المجانية. اشوفكم فيديو على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.